عمرك سألت نفسك ازاي الشركات بتقنعك ان انت تشتري منتجها او خدمتها وسط الاف المنافسين التانيين؟ ورا يا سيدي الشغلانه دي مسمى وظيفي مهم جدا اسمه السيلز سبيشالست او اختصاصي المبيعات. اختصاص المبيعات ده هو الشخص اللي بيبقى مسؤول دايما عن بيع المنتجات او خدمات الشركات بطريقه احترافيه، بيجمع دايما ما بين مهاره الاقناع وفهم العميل وتحقيق الاهداف البيعيه اللي بتحرك ارباح الشركه بشكل او باخر. اهم الادوات والمهارات اللي المفروض اي فرد مبيعات او اي سيلز سبيشالست يكون عليها ان هو يكون عارف ادوات سي ار ام سيستمز زي مثلا السيلز فورس والهاب سبوت والبرامج دي كلها. مهاره التواصل والاقناع تكون عاليه جدا جدا. تحليل لسوق المنافسين، يقدر فعلا يكون عنده تفكير او شخصيه تحليليه، يقدر يعمل اي تفاوض او كلوزنج ديلز او اغلاق للصفقات، يكون عنده برضه المهاره دي مهمه جدا جدا. السلم الوظيفي دايما للتراك ده او تراك المبيعات دايما بيبقى بادئ من السيلز سبيشالست او الريبريزنتيف يعني او ممثل المبيعات. بعد كده بيروح للسينيور، بيبقى سينيور في شغلانته او سينيور سيلز. بعد كده بيبقى سيلز مانجر، وبعد كده ممكن يوصل لهيد اوف سيلز، او حتى في بعض الاحيان ممكن ينتهي بالتراك للكوميرشال دايركتور او رئيس القطاع التجاري او ما الى اخره. متوسط الرواتب ده بيختلف طبعا من بلد للتانيه، ولكن دايما احنا متوسطات الرواتب اللي بنقولها بتكون متوسط الرواتب عالميا، فاحنا بنتكلم تقريبا من اول 250 او 300 دولار ممكن توصل لحد 800 او حتى 1000 دولار في بعض المجالات او بعض الوظائف في بعض البلاد. خليني اقول لك تاني ان المستقبل عموما للسيلز عمره ما بيوقف، يعني مهما كان وظيفه السيلز او تراك السيلز عمره ما هيكون حاجه بتعطل. المجال ده دايما مطلوب لاي شركه، عشان كل شركه محتاجه ان هي تبيع وتوصل المنتج للعميل بشكل او باخر. خصوصا بقى في قطاعات معينه زي القطاعات الطبيه والتقنيه والعقاريه، دي ما بتوقفش ابدا قطاع المبيعات بتاعتها او القطاع التجاري بتاعها. عايز تعمل بقى كارير شيفت للشغلانه دي او عايز تبقى سيلز يعني في العموم، انت لازم تبدا الاول ان انت تدرس بعض مبادئ البيع والتفاوض ومهارات العرض، البرزنتيشن سكيلز. يعني تشتغل مثلا ممكن شويه فتره في خدمه عملاء او تيلي سيلز عشان تبني خبره اولا، ثانيا تتعلم ازاي تتعامل مع جمهور او تتواصل مع جمهور. تتعلم برضه حاجات تانية، ادوات تانية زي السي ار ام مثلا، وازاي تبني علاقات طويله مع العملاء، وازاي تعمل فولو اب مع العملاء او مع الكلاينتس او كده. البيع مش بس بالكلام وانت بتعرف تتكلم كويس، البيع ده علم وفن ومهاره على فهم الناس اصلا. استنوني ان شاء الله الحلقات الجايه هنتكلم شويه تراك كده عن وظائف السيلز لحد ما هنوصل ان شاء الله للسي سوت او لوظائف القطاع الاداري بشكل كبير. شكرا لكم.